خوض جنون الإعلام الجزائري والتونسي بعد إصدار الكاف عقوبات للمنتخب الجزائري بعد الفضيحة. الخوض اسمعوا. هذه بعقوبة. صراحة الجزائر تستحق هذه العقوبة لأن المغرب وفر لهم جميع الظروف اللازمة، لذلك يستحقون هذه العقوبة. الكاف تعاقب الجزائر ووليد صادي بعقوبة خطيرة صراحة. لقد أصبحنا أضحوك أمام المغرب بعد هذه العقوبة الخطيرة ضد الجزائر. الكاف تعاقب الجزائر واللاعبين الجزائريين بعد احداث مباراه نيجيريا في ربع نهائي كاس افريقيا اللي فاتت. كما شفتوا صراو احداث في نهايه المباراه، صراو مناوشات خاصه بعد ظلم الحكم للاعبين الجزائريين والمنتخب الجزائري. راح تشوفوا الغرامات وراح تشوفوا العقوبات. تنخلعوا خاوتي كيفاش الكاف ظلمت الجزائر. خاوتي فضلا وليس امرا ابونيو معنا في القناه وما تنسوش تبارطاجيو وتلايكيو لا فيديو. عقوبات ضد الاتحاد الجزائري كره القدم واللاعبين الجزائريين جاءت كالتالي: ايقاف الحارس لوكا زيدان مباراتين في تصفيات كأس إفريقيا 2027، يعني ما يلعبش مباراتين في تصفيات كأس إفريقيا الجاية 2027. إيقاف المدافع رفيق بالغالي 4 مباراتين منهم نافذتين ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2027. تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم مبلغ 5000 دولار أمريكي لسوء سلوك المنتخب الوطني، وذلك بعد توجيه بطاقات صفراء ل5 لاعبين خلال المباراة في انتهاك المادة 130 ألف من قانون الاتحاد. فرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي بموجب إجراءات تأديبية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بسبب سلوك غير لائق من بعض اللاعبين والمسؤولين بعد المباراة، مما أساء إلى سمعة اللعبة في انتهاك للمادتين 82 و 83 من النظام التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ما زال خوتي غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ب 5000 دولار أمريكي لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية. ما زال غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 5000 دولار واحدة أخرى لإلقاء مشجعيه أشياء، يعني أرموا عفايس في التيرة. غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ب10,000 دولار أمريكي لعدم التزامه بالإجراءات الأمنية بسبب سلوك مشجعيه الذين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية. غرم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ب50,000 دولار أمريكي إشارات مسيئة، عرض أو أوراق نقدية كما في الماتش كي خلاص كونتر نيجيريا بداو يجبدوا في دراهم باللي شريتو لاربي.